أهلا بيكم طلاب سنة أولى إعدادي. هكون معاكم في مادة الدراسات الاجتماعية، وهنشرح مع بعض درس بدرس، وإن شاء الله الشرح يعجبكم وتستفادوا منه. يلا بينا نبدأ الدرس الأول بعنوان قارة أفريقيا والكشوف الجغرافية. سؤال قبل ما نبدأ، بس هو احنا ليه بندرس قارة أفريقيا؟ يعني الناس بتوع الكورة مثلا ممكن نسألهم سؤال واقول لهم ليه بنلعب بطولة كاس الأمم الإفريقية، مش مثلا كاس الأمم الآسيوية أو كاس الأمم الأوروبية؟ علشان مصر الدولة بتاعتنا، دولتنا، وطننا موجود في إفريقيا، جزء من قارة إفريقيا، فبالتالي احنا القارة بتاعتنا هي قارة إفريقيا. عشان كده احنا مهتمين بقارة افريقيا وهندرسها باذن الله السنة دي. عرفنا في السنين اللي قبل كده ان كوكب الارض ده بيتكون من يابس ومية. لو جبنا خريطة الارض هنلاقي ان الارض بتتكون من يابس وحواليه مية. اليابس ده عبارة عن قارات متقسمين ل7 قارات، والمية اللي حواليه دي عبارة عن المحيطات. واحنا عرفنا ان قسمنا القارات دي ال7 قارات لقارات العالم القديم وقارات العالم الجديد. قارات العالم القديم هي اسيا وافريقيا واوروبا. قارات العالم الجديد هي امريكا شمالية، امريكا جنوبية، استراليا، القارة القطبية الجنوبية. امريكا شمالية، امريكا جنوبية، استراليا، القارة القطبية الجنوبية، اللي هي ليها اسم تاني اسمه انتاركتيكا. طب يعني ايه قارات العالم القديم وقارات العالم الجديد؟ الانسان في اول ما اتخلق ربنا خلقه عاش في القارات العالم القديم، اسيا وافريقيا واوروبا، زي ما انتم شايفين باللون الاخضر هنا لازقين في بعض. فقدر الانسان ان هو يتنقل ما بين القارات دي ويعيش ما بينهم. وبعد مرور الزمن بدأ يكتشف القارات الجديدة دي. اكتشف قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا وأنتاركتيكا. اكتشفها بعدين، ما كانش يعرف ان القارات دي موجودة. عشان كده احنا قلنا قارات العالم الجديد. قارات العالم القديم 3 قارات، آسيا، أفريقيا، أوروبا. قارات العالم الجديد أمريكا شمالية، أمريكا جنوبية، أستراليا، القارة القطبية الجنوبية، أنتاركتيكا. احنا في القارات دي كلها هندرس قارة مين؟ قارة افريقيا. قارة مين؟ قارة افريقيا. طبعا عرفنا ان مصر جزء من قارة افريقيا، يعني بالتالي كده ان مصر جزء من العالم مين؟ القديم ولا الجديد؟ دي افريقيا دي في العالم القديم، يبقى احنا جزء من العالم ايه؟ القديم. يلا باذن الله كده نتكلم عن قارة افريقيا. اول حاجة هنتكلم عنها هي المساحة. مساحة قارة افريقيا. افريقيا دي ترتيبها ايه بالنسبة لمساحة القارات؟ هل هي اكبر قارة في العالم ولا اصغرهم ولا ايه ترتيبها بالظبط؟ قال لك ان قارة افريقيا هي المركز الثاني من حيث المساحة. المركز الكام؟ الثاني من حيث ايه؟ المساحة. طب مال مين المركز الاول؟ مين نمبر 1؟ قارة اسيا. قارة اسيا دي هي اكبر قارات العالم. يجي بعدها في المرتبة الثانية قارة مين؟ قارة افريقيا. يبقى اسيا هي اولى القارات من حيث المساحة، افريقيا تاني القارات من حيث المساحة. مساحتها كام؟ طبعا زي ما انت شايف في الكتاب مكتوب 30 مليون كيلو متر مربع او 30.4 مليون كيلو متر مربع. عشان تتخيل بس المساحة دي، ان مصر بطولها وعرضها وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها 1,000,000 كيلو متر مربع. افريقيا 30 مليون كيلو متر مربع، 30.4 مليون كيلو متر ايه مربع. يعني احنا لو قسمنا العالم كده كأنه تورته، افريقيا دي الحتة بتاعتها دي هتبقى قد ايه؟ قال لك 20%. لو احنا قسمنا العالم ل5 حتت هتطلع افريقيا 20%. يعني ايه 5 حتت؟ يعني خمس مساحة اليابس. طبعا بعيد عن المحيطات، احنا قسمنا ايه؟ اليابس بس. فافريقيا مساحتها 30.4 مليون كيلو متر مربع،
وهي بتمثل 20% من مساحة اليابس. 20% دول يعملوا ايه؟ خمس مساحة الكرة الأرضية أو يابس الكرة ايه الأرضية اللي هم قارات العالم. خمس يعني ايه؟ يعني احنا قسمنا على 5. انا معلش انا طولت في الحتة دي بس ايه لازم نفهمها. طيب بما اننا هنتكلم عن قارة افريقيا يبقى احنا هنتكلم عن حاجتين خدناهم قبل كده كتير جدا: الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. الموقع الفلكي والموقع الجغرافي، التعريفين دول لازم يتحفظوا. لازم ايه؟ لازم يتحفظوا. الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى من بحار ومحيطات وقارات أو دول مجاورة. طب ايه الفايدة من ان انا ادرس الموقعين دول؟ بما اننا هندرس قارة افريقيا فهندرس الموقع مكانها فين. فانا لما اجي اقول لك بيتك فين، موجود فين، هتيجي تقول لي والله يا مستر ده انا البيت بتاعي جنبه مثلا كنتاكي، وقدامه شارع مش عارف ايه، ووراه عمارة رقم كذا، وانا عمارة رقم كذا، وجنبي من ناحية مش عارف الشمال محل كشري، وبعدية من ناحية اليمين مش عارف محل ملابس كده. يعني طالما انت بتشرح كده وبتقول البيت بتاعك وحواليه ايه، البيت بتاعك اهو وحواليه من الاربع جهات بيحوطوا ايه، ده كده الموقع ايه؟ الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى من بحار ومحيطات وقارات أو دول مجاورة. يعني لما أجي أتكلم عن قارة إفريقيا في الموقع الجغرافي هتكلم بيحيط بيها بحر ايه في الشمال، وبحر ايه في الجنوب، وبحر ايه في الغرب، ودولة ايه، وقارة ايه، والحاجات دي. طب الموقع الفلكي بيتكلم عن ايه؟ الموقع الفلكي بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. اظن ايه واضحة وصريحة، انا فاهمة برضو ايه مع الوقت. انا بطول في الشرح على اساس ان ايه اشرح كل جملة بالتفصيل، مفيش حاجة تعدي من الدرس انت مش فاهمها. فانت لو شايفني ان انا طولت في جزئية معلش عديها، ممكن حد غيرك ايه يستفاد. تمام؟ طب يلا كده بينا نبدأ. لو احنا عايزين نوصل لقارة افريقيا هنوصل لها ازاي؟ في الملخص هنا او في الكتاب هنا جايب لك خريطتين: خريطة كبيرة لكوكب الارض او خريطة العالم، وادي القارات موجودة، وعامل لك كده ايه اضاءة كده على قارة مين؟ قارة افريقيا. هنلاحظ ان قارة افريقيا في وسط قارات العالم. وسط ايه؟ قارات العالم، ده الموقع بتاعها. طب ما تيجي نعمل زوم وندخل قارة افريقيا. ادي قارة افريقيا. يلا كده يا بطل طلع لي الموقع الجغرافي يا سيدي. يلا موقع الجغرافي هنعمل ايه؟ هنشوف الاتجاهات بتاعت قارة افريقيا. الاتجاهات دي اللي هو الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. طب اعرفها ازاي الاتجاهات دي؟ بص يا سيدي، الشمال فوق، الجنوب تحت، كأني واحد انسان واقف راسه فوق فالشمال فوق، ورجليه تحت فالجنوب تحت. وعلى ايدك اليمين، على ايدك اليمين ده الشرق، وعلى ايدك الشمال ده ايه؟ ده الغرب. يبقى الاتجاهات شمال، جنوب، شرق، غرب. تعال نتكلم عن ايه اللي بيحيط قارة افريقيا من الاربع اتجاهات دول. الاربع اتجاهات دول تعال نشوف. نبدأ بالشمال. قارة افريقيا اهي، ايه بيحيطها من الشمال؟ البحر المتوسط. البحر مين؟ المتوسط. طيب تعال نشوف الشرق. قارة افريقيا اهو، ايه اللي بيحيطها من الشرق؟ ده طويلة قارة افريقيا من الشرق. طب تعال نشوف كده، نبدأ من فوق. هنا ايه؟ البحر الاحمر. طب ننزل تحت، ده تبع البحر الاحمر. ننزل تحت، ايه ده في المحيط الهندي. يبقى المحيط الهندي. يبقى من الشرق في البحر الاحمر والمحيط الهندي. المية دي كلها خليج عدن تبع المحيط الهندي. المية دي كلها تبع ايه؟ المحيط الهندي. يبقى بيحيط قارة افريقيا من الشرق المحيط الهندي والبحر ايه؟ البحر الاحمر. طب من ناحية الغرب تعال نبص كده، المية دي كلها الازرق ده كله
ده اسمه المحيط الاطلنطي. المحيط مين؟ الاطلنطي. يبقى من الغرب بيحيطها ايه؟ المحيط الاطلنطي. طب ليه ما فيش من الجنوب؟ بص يا سيدي، معلومة كده على الماشي، اي قارة فيها من تحت الجنوب بتاعها عامل شبه المثلث كده ما بناخدش الجنوب، ما بناخدش ايه؟ الجنوب. يعني احنا كده ايه؟ قعدنا نفاصل في اتجاه. معانا مين؟ الشمال والشرق وايه؟ والغرب. شمال شرق غرب. قارة افريقيا بيحيطها من الشمال البحر المتوسط، من الشرق حاجتين، البحر الاحمر والمحيط الهندي، من الغرب المحيط مين؟ الاطلنطي. المحيط مين؟ الاطلنطي. كده احنا عرفنا الموقع ايه يا بطل؟ ها قول انت الموقع ايه؟ الموقع الجغرافي. طب تعال نبص كده على الموقع الفلكي. الموقع الفلكي عبارة عن خطوط الطول ودوائر العرض. يا مستر ده انا بصيت على الخريطة كده ولقيت فيه خطوط نازلة وفي خطوط بالعرض كده. بالظبط، هي دي خطوط الطول ودوائر العرض. فانا لما اجي احسب قارة افريقيا بشوف اخر قارة افريقيا واشوف هي ملامسة خط ايه؟ ده خط عرض، دائرة عرض رقم كام؟ 37 و30، يعني نص. 37 درجة و30 شرطة او نص. 30 دي نص، 37 و30. طيب نفضل ننزل 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 لغاية لما نجيب اخر افريقيا. نجيب اخر افريقيا هنلاقيها ملامسة خط طول رقم كام؟ 34 و30. يبقى كده قارة افريقيا بتقع ما بين دائرة عرض 37 شمالا لانها موجودة في الشمال، شمال دائرة الاستواء، لغاية كام يا معلم؟ 34 و30 ماله؟ جنوبا، جنوب دائرة مين؟ الاستواء. ايه دائرة الاستواء دي؟ للناس اللي ما تعرفش بسرعة كده، دائرة الاستواء دي بتقسم كوكب الارض او بتقسم خريطة العالم بالنص. فوق دائرة الاستواء بنقول عليه شمال، تحت دائرة الاستواء بنقول عليه ايه؟ جنوب. يعني الدوائر اللي فوق دائرة الاستواء بنقول عليها ايه؟ شمالا. هنا 37 و30 فوق دائرة الاستواء يبقى ايه؟ شمالا. طب هنا 34 و30 تحت دائرة الاستواء يبقى ايه؟ يبقى جنوبا. دائرة الاستواء صفر، فاحنا بنبدأ كده صفر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لغاية لما ايه؟ نوصل للخط اللي بيلامس اخر افريقيا من ناحية الشمال يعني. فكده افريقيا 37 و30 شمالا. وبعدين نفضل ننزل صفر 1 2 3 4 5 لغاية لما نوصل لآخر خط بيلامس افريقيا 34 و30 جنوبا. فكده قارة افريقيا كام؟ 37 و30 شمالا لغاية 34 و30 ايه؟ جنوبا. تمام؟ طب بالنسبة لخطوط الطول نفس الفكرة بالظبط، خطوط طول بالطول، فهنجيب من الغرب لمين؟ للشرق. نفس الفكرة، في خط طول بيقسم خريطة العالم رئيسي اسمه خط طول جرينتش. اسمه خط طول ايه؟ جرينتش. ناحية الشرق على ايدك اليمين احنا قلنا ايه؟ الشرق، يبقى ده شرق خط جرينتش. طب على ايدك الشمال ده الغرب، يبقى مين؟ غرب خط جرينتش. طب تعالى نشوف قارة افريقيا اخرها فين من ناحية الغرب اهي، بتلمس خط طول رقم كام؟ 17. يبقى هنقول خط طول 17 ايه؟ شرقا ولا غربا؟ برافو عليك، ده غرب دائرة الاستواء. انا اسف، غرب خط جرينتش يبقى غربا. يبقى 17 غربا لغاية كام؟ افضل امشي 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 لغاية لما تجيب اخر قارة افريقيا من ناحية ايه؟ من ناحية الشرق. هنلاقي خط كده ايه؟ نازل خط الطول. هنشوف رقمه كام؟ 51. خلي بالك جزيرة مدغشقر دي تبعنا، عشان كده ايه؟ هتلاقيها جوه الخط، اخر الخط اهو 51 شرقا. ليه قلت شرقا؟ علشان شرق خط ايه؟ جرينتش. يبقى كده خطوط الطول اللي موجودة في قارة افريقيا من 51 شرقا لكام؟ ل 17 غربا. طب ودوائر العرض من كام لكام؟ 37 و30 شمالا لغاية 34 و30 ايه؟ و30 جنوبا. ده اسمه الموقع الفلكي. اسمه الموقع ايه؟ الفلكي. وده موجود على الخريطة بس، مش موجود في الطبيعة. في الحقيقة لو انا بصيت كده في السماء مش هلاقي خطوط الطول ودوائر العرض. الخطوط دي علشان احدد الموقع بالظبط فين على الخريطة بس،
لكن الموقع الجغرافي اللي احنا قلنا البحر المتوسط والمحيط الهندي ده في الحقيقة. انت لو رحت قارة افريقيا ومشيت ناحية الشمال هتلاقي مين؟ البحر المتوسط هتلاقيه موجود. تمام. طب احنا طولنا في الجزئية دي قوي بس عشان ايه برضو الناس تفهم. يبقى كده باختصار شديد بسرعة، الموقع الفلكي تمتد قارة افريقيا ما بين دائرتي عرض 37 و30 شمالا الى 34 و30 جنوبا، اي تمتد في اكثر من 70 دائرة. انا عملت ايه؟ جمعت دول الرقمين دول فادوني كام دايرة موجودة. لو انا جيت حسبت من اول افريقيا، جيت حسبت من اول افريقيا لاخرها عدد خطوط الطول دوائر العرض هلاقيها كام؟ 70 دائرة. طب بالنسبة لخطوط الطول هنلاقي كام؟ 51 شرقا ل 17 غربا. يلا نحسبهم برضو مع بعض هيطلعوا لنا كام؟ 68 خط طول. طب في خطوط الطول ودوائر العرض حاجة اسمها دوائر رئيسية او خطوط رئيسية. تمام. يعني ايه رئيسية؟ يعني حاجة مهمة كده مشهورة. فهنلاقي ان موجود في قارة افريقيا ثلاث دوائر عرض رئيسية. 3 دوائر عرض ايه؟ رئيسية. اولهم دائرة الاستواء بتمر يعتبر في وسط ايه؟ وسط افريقيا. طب فوق كده يبقى ده شمال دائرة الاستواء. هنلاقي مين؟ مدار السرطان. مدار مين؟ مدار السرطان. طب انزل تحت جنوب هنلاقي ايه؟ مدار الجدي. مدار مين؟ الجدي. يبقى انا عندي 3 دوائر عرض رئيسية، اهمهم دائرة الاستواء بتمر في وسط افريقيا، مدار السرطان بيمر في شمال افريقيا، مدار الجدي بيمر في جنوب افريقيا. طب بالنسبة لخطوط الطول اللي لسه شايفينه ده خط جرينتش بيمر خط واحد بس. خط واحد بس هو ايه؟ هو الرئيسي. خط طول ايه؟ جرينتش. ده مهمة المعلومة دي. يمر بقارة افريقيا 3 دوائر عرض رئيسية، هي مدار السرطان في الشمال، مدار دائرة الاستواء في الوسط، مدار الجدي ايه؟ في الجنوب. طب بالنسبة لخطوط الطول هو خط واحد بس، خط الطول الرئيسي جرينتش، وده موجود فين؟ في الغرب. موجود فين؟ في الغرب. طيب لغايه هنا تمام. خد راحه كده دقيقه ولا دقيقتين استريح وايه وبعدها ايه كمل. تمام. يلا اعتبر نفسك، اعتبر ان انت ايه خدت الراحه بتاعتك. يلا نكمل. يلا خلاص خدت الراحه بتاعتك خلاص، يعني ما تطولش، يعني ما تستهبلش فيها يعني. ماشي. يلا يا صاحبي يلا كمل كده. بيقولك ايه؟ تمتد قارة افريقيا في نصفي الكرة الارضية الشمالي والجنوبي. هو ليه قسمنا الكرة الارضية؟ مش احنا لسه قايلين ان دائرة الاستواء بتقسم خريطة العالم والكرة الارضية لجزئين شمالا وجنوبا؟ حلو. طب افريقيا دي موجودة في انهي جزء؟ الشمالي ولا الجنوبي ولا في الاتنين؟ برافو عليك، موجودة فين؟ في الاتنين. جزء في الشمالي وجزء في الجنوبي. ادي الجزء اللي في الجنوبي تحت الخط، تحت دائرة الاستواء، والجزء ده الشمالي فوق دائرة مين؟ الاستواء. طب حيث يقع ثلثي مساحتها في النصف الشمالي. لو جيت بصيت على الخريطة انا لازم اترجم كل كلمة، هنترجم كل كلمة على الخريطة هنا. انهي جزء الاكبر موجود في الشمالي ولا الجنوبي؟ برافو عليك. بص كده المساحة دي كلها الجزء الشمالي. اكتر من تلتين مساحة قارة افريقيا موجودة فين؟ في الجزء الشمالي، والتلت التاني موجود في الجزء مين؟ الجنوبي. يعني بيقول لك هنا زي ما بيقول حيث يقع نحو ثلثي مساحتها في النصف الشمالي، الشمالي في النصف مين؟ الشمالي، والثلث الاخر في النصف مين؟ الجنوبي، في النصف الجنوبي. طب انت خلاص فهمت الليلة. انهي جزء بيقع في الشرق ولا في الغرب ولا ايه بالظبط؟ تعال بص ادي خط جرينتش. الجزء الكبير موجود فين؟ في الشرق ولا في الغرب؟ ده كله في الشرق. يبقى يقع معظم قارة افريقيا في نصف الكرة الارضي الشرقي. الايه؟ الشرقي. يبقى تلتين مساحة افريقيا
موجودة في النصف الشمالي، ومعظم قارة افريقيا في الجزء ايه الشرقي. ده بالنسبة للموقع الفلكي. الموقع الجغرافي، لا مش هديك تستريح، يلا كمل. موقع الجغرافي: تقع افريقيا في وسط قارات العالم. ركز في الجزئية دي، هتبان بسيطة بس مهمة هنحتاجها. تقع قارة افريقيا فين؟ في وسط قارات العالم. عرفت منين؟ من الخريطة يا معلم. بص كده، افريقيا في النص، وتطل على مسطحات مائية مهمة. يعني ايه مستر مسطحات مائية؟ مية، بحر، محيط، اي حاجة فيها مية بنسميها ايه؟ مسطح مائي. طب ايه المسطحات المائية يا باشا؟ انت جبتهم من الخريطة اصلا. مش احنا قلنا شمالا البحر المتوسط، شرقا البحر الاحمر والمحيط الهندي، غربا المحيط الاطلنطي. بس احنا جبناهم اصلا. شمالا البحر المتوسط، بس ما قلناش ان هو بيفصلها عن قارة اوروبا. هنجيها. طب شرقا البحر الاحمر والمحيط الهندي، وده بيفصلها عن قارة اسيا. ما اصلا باينه يعني، مش لازم اقول كل حاجه. الله. غربا المحيط الاطلنطي، وده بيفصلها عن قارتي امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. تعال نشوف كده. ادي البحر المتوسط، خلينا هنا في الخريطه الكبيره. ادي البحر المتوسط الازرق ده بيفصل قاره مين عن قاره مين؟ قاره اوروبا عن قاره افريقيا. طب ادي البحر الاحمر اهو، الحته الصغيره دي بتفصل قاره افريقيا عن قاره اسيا. طب المحيط الاطلنطي ده كله ازرق، ده كله تبع المحيط ايه الاطلنطي، بيفصل افريقيا عن قارتين مهمين: امريكا الشماليه وامريكا ايه امريكا الجنوبيه. طب تعال كده ناخد شويه ملاحظات بسيطه. بيقول لك ان ايه؟ تقترب قاره افريقيا من قارتي اوروبا واسيا. تقترب قاره افريقيا من قارتي اوروبا واسيا. وما جابش معلومه جديده، ما احنا عارفين. ادي قاره افريقيا، ادي قاره اسيا، قريبين من بعض. ادي قاره افريقيا، ادي قاره اوروبا، قريبين من بعض. طب ما اللي هو جاب ليه المعلومه دي؟ بيقول لك ان قاره افريقيا قريبه جدا جدا من قاره اوروبا. فين؟ في انهي حته؟ امشي كده هنا، واسع واسع واسع، امشي امشي امشي. عند مضيق جبل طارق. عند ايه؟ مضيق جبل طارق. الحته دي اسمها مضيق من اسمها، حته ضيقه بتقرب قاره افريقيا عن قاره اوروبا قريب جدا. يعني انت لو تعرف تعوم واقف هنا عند قاره افريقيا، ممكن تروح قاره اوروبا ايه عوم. الحته دي قريبه جدا. يبقى يقول لك خلي بالك في كذا معلومه هنا، كذا معلومة. يفصل قارة اوروبا عن قارة افريقيا نقط. طالما قال لي يفصل يبقى اقول له المحيط ايه انا اسف، البحر مين؟ البحر المتوسط. طيب تقترب قارة اوروبا عن قارة افريقيا فين اقرب نقطة؟ مضيق جبل طارق. طب طلع انت قارة اسيا، اوعى تبص في الكتاب، طلع انت قارة اسيا. تقترب يفصل، خلينا نقول يفصل قارة افريقيا عن قارة اسيا مين؟ قول معايا، البحر الاحمر. طب فين اقرب نقطة تقترب قارة افريقيا عن قارة اسيا؟ فين؟ ادي البحر الاحمر واسع. فين؟ بص يا معلم، قريبين جدا من بعض. هنا في النقطة دي اسمها ايه؟ مضيق باب المندب. مضيق مين؟ مضيق باب المندب. تقترب قارة افريقيا من قارة اسيا فين؟ عند مضيق باب المندب. يا مستر انت معلش انت جديد، لسه بتشرح جديد. طب ما هنا في حتة اسمها شبه جزيرة سيناء، انا مش شايف فيها بحر ولا حاجة. ده انا شايف ان قارة اسيا وقارة افريقيا لازقين في بعض في الحتة دي. يعني انا لو في مصر وبعدين دخلت سينا وعديت من سينا كده ماشي عادي اوصل لقارة اسيا. وفي نفس الوقت لو قارة اسيا وعايز ادخل افريقيا هعدي كده، مش لازم اعوم في البحر يعني. ما انا بقول لك هنا اني كويس ان انت مركز. تتصل، خلي بالك من الجملة ايه؟ تتصل قارة اسيا وقارة افريقيا فين؟ في شبه جزيرة سيناء.
في شبه جزيرة سيناء. تتصل. يبقى انا كده خدت 3 كلمات: يفصل، وتقترب، وايه، تتصل. 3 معلومات هم. يلا ان شاء الله ما حد حوش. تعال نراجع تاني. انا عارف ان انت صدعت وانا بشرح كتير وبرغي كتير وبقعد في الجزئية كتير، وده اصلا اول شرح ليا على اليوتيوب. ف عايز تكمل كمل، مش عايز شكرا، السلام عليكم. كمل يا روح فين. طب تفصل قارة افريقيا. يفصل قارة افريقيا عن قارة اوروبا مين؟ يفصل، يبقى البحر المتوسط. يقترب او تقترب قارة اوروبا عن قارة افريقيا فين؟ عند مضيق جبل طارق. طب بالنسبة لقارة افريقيا واسيا، تقترب قارة افريقيا وقارة اسيا فين؟ عند مضيق باب المندب. يفصل، انا لخبطتهم عشان تفهم، يفصل قارة افريقيا عن قارة اسيا مين؟ البحر الاحمر. يفصل بقى البحر الاحمر. تتصل قارة افريقيا عن قارة اسيا فين؟ في شبه جزيرة سيناء. يعني كأن شبه جزيرة سيناء دي يا اولاد عاملة زي الباب او المدخل بتاع قارة افريقيا. اي حد او اي حاجة في قارة اسيا عايز يدخل قارة افريقيا هيعدي من الباب اللي هو مين؟ شبه جزيرة سيناء. لو في جيوش او اعداء عايزين يحاربوا اي جزء في قارة افريقيا هيعدوا منين؟ من شبه جزيرة سيناء. لو في حد عايز يزور قارة افريقيا هيعدي منين؟ من شبه جزيرة سيناء. يعني معنى ذلك ان شبه جزيرة سيناء مهمة جدا 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 فوق ما انت تتخيل. لشبه جزيرة سيناء أهمية حضارية واستراتيجية كبيرة عبر العصور. طب ناخدها حاجة. يعني ايه أهمية حضارية؟ تعال نشوف كده الكتاب قال ايه. أهمية حضارية بسبب انتقال بعض الثقافات والحضارات عن طريقها من آسيا إلى أفريقيا، مثل الحضارة الإسلامية. الإسلام لما جه دخل مصر ودخل قارة أفريقيا، الدين الإسلامي بدأ في الجزيرة العربية اللي هي منطقتها هنا اهو، الجزيرة العربية. طب ازاي دخل بقى قارة افريقيا ودخل مصر؟ عن طريق مين؟ شبه جزيرة سيناء. فالحضارة بتاعت قارة اسيا وبتاعت شبه جزيرة عربية انتقلت لينا عن طريق شبه جزيرة ايه؟ شبه جزيرة مين؟ سيناء. عشان كده نقول سيناء ليها اهمية ايه؟ اهمية حضارية. طب دي معروفة وسهلة. يعني ايه بقى اهمية استراتيجية؟ استراتيجية دي كلمة خاصة بالحروب، الحرب، السلام، الجيش، الاعداء، الحاجات اللي زي كده. طب مش انا لسه قايل لك لو في اعداء في قارة اسيا عايزين يحتلوا مصر او يحتلوا اجزاء من قارة افريقيا، هيدخلوا قارة افريقيا منين؟ من شبه جزيرة سيناء. اذا شبه جزيرة سيناء موقع استراتيجي مهم. لو انا امنته كويس الاعداء مش هتقدر تخش او تدخل. طب لو انا اهملته ايه اللي هيحصل؟ كل الاعداء هيدخلوا بقى قارة افريقيا من شبه جزيرة سيناء. عشان كده قال لك شبه جزيرة سيناء اهمية استراتيجية. اقول له بسبب تعرض مصر للعديد من الحملات العسكرية من خلالها، ولذلك فإن الحفاظ على امن شبه جزيرة سيناء ضرورة للحفاظ على الامن القومي المصري والافريقي. تاني، أهمية استراتيجية ليه؟ بسبب تعرض مصر للعديد من الحملات العسكرية من خلال شبه جزيرة سيناء، ولذلك فإن الحفاظ على أمن شبه جزيرة سيناء ضرورة. لازم، حاجة ضرورة جدا، مش حاجة كده بكيفك، لا ده حاجة ضرورية جدا للحفاظ على الأمن القومي المصري والإفريقي. اخر جزئية احنا ما خدناهاش، وطننا الحبيب مصر يقع فين يا معلم؟ هاتها انت. في الركن الشمالي الشرقي. يعني ايه ركن شمالي شرقي؟ ادي قارة افريقيا، اعتبر نفسك واقف هنا. اطلع ناحية الشمال، اطلع فوق. روح ناحية الشرق،
تخش يمين في المنطقة دي، يبقى مصر في الركن الشمالي الشرقي. الركن ايه؟ الشمالي الشرقي. تمام كده يا معلم؟ انا عارف انت اتخنقت وانا طولت، بس مش مشكلة، انا هخنقك اكتر. ثانيا، اهمية موقع قارة افريقيا. هو كمان الموقع ده ليه اهمية؟ طبعا ليه اهمية. تخيل كده نفسك كبرت وبقى معاك فلوس واشتريت محل او دكان بقى او سوبر ماركت ايا كان. ايه رأيك تاخده في منطقة حيوية فيها ناس كتير وعربيات بقى بتمشي وتعدي وايه، ويبقى على ناصية يعني على شارعين، ولا تاخده في منطقة ما فيهاش حد والسكان بتاعها قليل ومزنوق كده في حارة صغيرة؟ طبعا تاخده في منطقة ايه؟ كبيرة، منطقة على ناصية على شارعين، عشان كل اللي طالع من الشارع ده يشوف السوبر ماركت بتاعك، واللي داخل من الشارع ده يشوف السوبر ماركت بتاعك، وهكذا. فالموقع ده ليه أهمية. نفس الفكرة دي موقع قارة افريقيا، هل ليه أهمية؟ طبعا. لو رجعنا للخريطة هنلاقي قارة افريقيا في النص. كل القارات بتاعت العالم بتبص على قارة افريقيا، بتعدي من قارة افريقيا. فمع ذلك ان هو ايه؟ موقع متميز، مش زي استراليا، بص محذوفة فين، بعيدة خالص. لكن قارة افريقيا في وسط قارات العالم القديم والجديد، وسط قارات العالم في العموم. عشان كده بيقول لك موقع قارة افريقيا ليه اهمية استراتيجية واقتصادية وحضارية. تعال نمسكهم حاجة حاجة. الاستراتيجية زي ما قلنا الأهمية وقت السلم ووقت الحرب والأزمات، وقت الحروب وإيه والأزمات. طب ايه خلى موقع قارة افريقيا مهم استراتيجيا؟ بيقول لك بما تفسر لموقع قارة افريقيا اهمية استراتيجية. بما تفسر ليه؟ يقول له لانها تشرف بحكم موقعها الجغرافي على ممرات مائية مهمة، مثل مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، قناة السويس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا هنا في المحيط الأطلنطي وعايز أدخل للبحر المتوسط وأدخل لقارة أوروبا وآسيا وهكذا، لازم أعدي من مضيق مين؟ جبل طارق. لو قارة إفريقيا قفلت المضيق ده محدش يقدر يعدي، فعشان كده هي مهمة، ممر مائي. طب وإيه تاني؟ وقناة السويس. قناة السويس احنا ربطنا البحر الاحمر بالبحر المتوسط عن طريق قناة السويس اللي موجودة في مصر، عشان كده هي مهمة جدا. لو انا جيت قفلت قناة السويس دي محدش هيقدر يعدي من البحر الاحمر يروح للبحر المتوسط، فالسفن هتقف، فالتجارة هتقف في العالم. طب ايه تاني؟ قال لك برضو مضيق باب المندب، ده المدخل بتاع البحر الاحمر. يعني ولنفترض ان في سفينة جاية من اسيا وليكن من الصين، محملة تليفونات بقى وموبايلات بقى وكمبيوترات وبص اجهزة الكترونية، وعايزة تروح للمنطقة دي في قارة اوروبا. هتعدي ازاي؟ خط سيرها هيبقى ازاي؟ تعدي كده في المحيط الهندي، بعدين تدخل هنا وتعدي من مضيق باب المندب وتمشي البحر الاحمر وتعدي من قناة السويس تدخل البحر المتوسط وبعدين تروح للموقع بتاعها. فكده قناة السويس دي مهم، لو انا قفلتها السفينة مش هتقدر تعدي. باب المندب برضو مهم. طب ايه الحل التاني؟ ان هي تعدي كده حوالين قارة افريقيا، فهتاخد وقت وفلوس بقى وخطورة، وزي ما تقول قول احنا عايزين في الانجاز، احنا في وقت السرعة، كل دقيقة بتعدي بفلوس، فاحنا الوقت اللي اقدر اختصره هيوفر عليا فلوس كتير ومجهود كتير. واصلك الحتة دي؟ فعشان كده بنقول قارة افريقيا مهمة جدا. ليه؟ لانها بتشرف على بحكم موقعها الجغرافي على 3 ممرات مهمة جدا: مضيق جبل طارق، قناة السويس، مضيق مين؟ باب المندب. طب الأهمية الاقتصادية، بص أول ما تسمع كلمة اقتصاد يجي ببالك الفلوس. أهمية اقتصادية يعني الفلوس. بيقول لك لموقع قارة افريقيا أهمية اقتصادية، بما تفسر؟ أقول له أول حاجة بسبب الموقع الجغرافي. ما احنا قلنا السفن بتعدي منها، السفن لما تيجي تعدي من قناة السويس بتكيش، بتدفع فلوس، مش بتعدي كده بالحب يعني. يقول لك بسبب الموقع الجغرافي الذي ادى الى تحكمها في اهم طرق الملاحه العالميه. الملاحه العالميه يعني
ممرات السفن، يعني السفن بتعدي منها. طب ايه تاني؟ الموقع الفلكي الذي ادى الى تنوع مناخها وبالتالي تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. احنا الجملة دي خدناها قبل كده بس بنشرحها بسرعة. موقع الفلكي لو جينا بصينا هنلاقي قارة افريقيا هنا في النص بتمشي دايرة الاستواء، بتعدي دايرة ايه؟ الاستواء. دايرة الاستواء دي حرارة شديدة جدا، يعني البلد اللي بتعدي فيها دايرة الاستواء اعتبرها فحمة، حرارة شديدة جدا جدا جدا، لان الشمس بتتعامد على دايرة ايه؟ الاستواء. اعتبرها كأنك دفاية وانت لازق فين؟ في الدفاية دي. طيب في قارة افريقيا هنا هنلاقي دايرة الاستواء. طب نمشي شوية الحرارة تقل، نمشي شوية الحرارة تقل، نمشي شوية الحرارة تقل، نطلع لفوق الحرارة تقل، وهكذا كل ما بنزل الحرارة تقل. فإذا أصبح عندي في قارة افريقيا مناخ متنوع، هنا في النص حرارة شديدة جدا، فوق الحرارة أقل أو المناخ أقل، هنا المناخ أقل، شرق غرب. يعني قارة افريقيا دي قارة كبيرة ففيها دوائر عرض، احنا قلنا فيها 70 دائرة عرض، فبالتالي المناخ بتاعها متنوع. اللي بيتحكم في المناخ هو دوائر العرض، فالمناخ بتاعها متنوع. طب لما يبقى المناخ بتاعها متنوع ايه اللي هيحصل؟ قال لك تنوع النبات الطبيعي. طيب لما يتنوع النبات الطبيعي ايه تاني هيتنوع؟ الحيوانات، وايه تاني؟ والمحاصيل الزراعية. فدي فايدة ايه؟ اقتصادية. طب نيجي بقى للأهمية الحضارية. يعني حضارة أصلا، حضارة يعني أي حاجة بالبلدي كده عملها الإنسان. بنى الأهرامات دي حضارة، بنى أبو الهول دي حضارة، ألف كتاب ده حضارة. واخد بالك؟ أي حاجة سابها الإنسان دي اسمها حضارة. عشان كده نلاقي تعريف الحضارة بيقول ايه؟ هو كبير بس سهل جدا: مجموع الإنتاج الثقافي والإنتاج المادي. يعني ايه إنتاج ثقافي؟ يعني الفكر، التفكير، العقل. الإنتاج الثقافي زي ايه؟ زي العادات والتقاليد والعلوم والفنون والقيم. طب والإنتاج المادي حاجة محسوسة، حاجة ملموسة، حاجة أنا بنيتها، مثلا مثل القلاع والمباني والقصور، وهو ما يميز مجتمع عن غيره. يعني انت لو رحت مصر هتلاقي المباني، هتلاقي العادات والتقاليد مختلفة عن لو رحت مثلا اسبانيا، هتلاقي المباني مختلفة، العادات والتقاليد بتاعتهم مختلفة عن لو انت رحت الصين، هتلاقي العادات بتاعتهم مختلفة، والمباني والقصور والحاجات اللي زي والفنون والاغاني والكلام ده كله مختلف. فهنا بيقولك الحضارة الحاجات اللي سابها الانسان من مجتمع لمجتمع هي اللي بتميز المجتمعات عن بعضها. فأي حاجة سابها الإنسان دي اسمها حضارة. طب أنا لو رحت الصحراء وما لقيتش حاجة خالص، شوية رملة بس، هل هناك في حضارة؟ لا، ما أصل ما كانش في إنسان. خد بالك؟ فيبقى الحضارة هي مجموع الإنتاج الثقافي والمادي. مجموع الإنتاج الثقافي زي إيه؟ أقعد أفصل له بقى، زي العادات والتقاليد والعلوم والفنون والقيم. والإنتاج المادي زي إيه؟ القلاع والمباني والقصور. والإنتاج الثقافي والإنتاج المادي هو ما يميز مجتمعا عن إيه؟ عن غيره. تعريف الحضارة ده مهم جدا. الأهمية الحضارية قال لك لموقع قارة أفريقيا أهمية حضارية بما تفسر له بسبب نشأة العديد من أقدم الحضارات في العالم على أرضها. مثل نلاقي أقدم الحضارات موجودة، أقدم ناس عاشت في قارة أفريقيا. أقدم حضارة في العالم هي الحضارة المصرية القديمة في مصر. طب نيجي للسودان هنلاقي حضارة كوش في السودان. طب نيجي لبلد اسمها إريتريا وإثيوبيا. إريتريا وإثيوبيا هتلاقيهم في المنطقة دي. تمام؟ دي اسمها حضارة إيه؟ أكسوم. حضارة مين؟ أكسوم أو أكسوم زي ما تنطقها. طب رابع حضارة في تونس، حضارة قرطاج.